السهرة خلصت. كل واحد راح على بيته. مليكة أخدت دش وصلت استخارة. كانوا ولادها نايمين، قعدت جنبهم بتفكر شوية وبعدها راحت في النوم. وصل أدهم القصر، طلع يجري على أوضة بنته. كانت الدادة قاعدة في الأوضة وملك نايمة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاميليا فين؟ في الأوضة بتاعتها بعد ما اطمنت على ملك. حصل ايه؟ والله هي كانت كويسة، فجأة حرارتها طلعت وبقت تترعش. الهانم جابت لها الدكتورة، اديتها حقنة ونامت. طيب تمام، روحي نامي، أنا هنام هنا. تصبح على خير حضرتك. أنا مقرب منها وقعد جنبها وبعدها راح الأوضة. كانت كاميليا نايمة. بعد ما أخد شاور طلع. حبيبي انت جيت؟ اه، علشان أشوف بنتي. ما بعيد عنك، متجوز واحدة ما عندهاش إحساس، نايمة هنا وسايبة بنتك هناك. بنتي نايمة ومع الدادة. أنا مش هضيع وقتي معاكي، احنا بكرة لينا كلام تاني. راح عند ملك، دخل جنبها وحضنها ونام. ألف سلام عليكي حبيبتي. عارفة، أنا جبتلك أم تانية حنينة، هتحبيها قوي. كمان عندك إخوات هيخلوا بالهم منك وهتحبيهم، مش هتفضلي لوحدك. أنا آسف يا حبيبتي، اخترت ليكي أم، بس هعوضك بأم تانية. يا حبيبتي، أنا وانتي طلعنا مظلومين قوي في القصر ده. وتاني يوم مليكة صحيت وصحت الولاد عشان يفطروا ويروحوا المدرسة. اتصل بيها أدهم. صباح الخير. صباح الخير. قولي ملك أخبارها ايه؟ الحمد لله، هوديها المستشفى اطمن أكتر عليها وبعد كده هاجي عندك، ده بعد إذنك. طبعا تنوروا، بس أنا هروح الشغل، هخلص على 5. ما ينفعش، ما تروحيش، ده أكل عيشي، أنا بقالي فترة تعبانة. ماشي، بس اعملي حسابك هنتعشى كلنا مع بعض، احنا لازم نكلم الولاد مع بعض، حتى ملك هتكون معاهم عشان يبقى الكلام واحد. ان شاء الله. صباح النور يا احلى بابا في الدنيا. صباح النور يا احلى بنوتة في الدنيا. نمتي كويس؟ طبعا، طول الليل وانا في حضنك. قوليلي يا حبيبتي، ايه اللي بيوجعك؟ مفيش حاجة، انا كنت بلعب وبعدين تيتا قالت لي اتصل بيك واقولك ان انا تعبانة واعيط عشان تيجي، وانا ما عملتش كده. قالت لي انتي غبية زي امك، وانا زعقت ليها، قلت لها انا مش غبية او مش كدابة، وطلعت هنا العب لوحدي. جت تيتا تصالحني، ادتني كراميل بالشوكولاتة، اكلتهم، بس ادتني كتير كتير، بطني وجعتني قوي. وبعدين جابتني دواء اشربه عشان المغص يروح، بس هو ما راحش، وجعني قوي. انا متصدم جامد، بس حاول يمسك نفسه. طيب ايه رأيك ننزل نفطر برا؟ ايه ده بجد؟ هنطلع مع بعض؟ ندى عدادة تلبسها وهو راح الأوضة بتاعته، أخد شاور وطلع يلبس. كانت كاميليا نايمة، لبس بنطلون جينز مع تيشيرت أبيض وراح أخد ملك ونزلوا. رايحين فين؟ في حاجة اسمها صباح الخير. معلش، صباح الخير. صباح الخير يا ابني. ليه بقالك كذا يوم مختفي؟ مشغول. يبقى أسأل بنتك، ما هي تعرف كل حاجة عن كل حد هنا في القصر. إيه اللي انت بتقوله ده؟ بعد إذنكم، انت رايح بالبنت فين؟ دي بنتي، اخدها المكان اللي انا عايزه، ملكيش دعوة. البنت تعبانة، وبعدين انا جدتها. كويس انك عارفة انك جدتها. طلع وسابهم. انتي غريبة بجد، دي بنته، يطلع بيها يعمل اللي هو عايزه، انت تسكت خالص. واسكت ليه؟ مش كفاية سنين عمري اللي ساكت فيها في القصر؟ عيشة قصر العمر. وقام. قوليلي، عملتي ايه وخايفة منه؟ انا يا بابا، انا ما عملتش حاجة. ربنا يهديلك نفسك. ادهم راح مستشفى شريف، دخل عنده المكتب وحكاله كل حاجة. الف 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 مبروك يا ادهم، الف مبروك يا حبيبي انك لقيت مراتك وولادك. على فكرة، هم ولادك، هي كانت حامل في توأم، بس انا ما قلتلهاش ساعتها عشان ما تتخضش. انا وهنا خبينا عليها شوية، واجيب لك الملف الطبي بتاعها، فيه صور السونار انا احتفظت بيه. واتصل بيا اكرم، بلغني انه قابل مليكة وقابل ولادك. الحمد لله. بس ليه ما قلتليش حاجة؟ ليه يا شريف؟ قلتلك مراتك كانت حامل، بس انت كنت في حالة نفسية وحشة، وبعد كده انت قطعتني، ولا بقيت ترد عليا ولا حتى تزورني. رحت القصر وطبعا مدام عصمت عملت معايا الواجب. قولي، مالها بنتك؟ انا ابتدى يحكي له كل حاجة. لا، دي اتجننت، انا لازم اعمل كل الفحوصات لملك، والتحاليل هتبين كل حاجة. راحوا لأوضة دكتورة أطفال، طلب منها كل التحاليل. تعالى،
تعالى معايا المكتب. راح معاه، وشريف طلع ملف من الخزنة. هو ده ملف مليكة، فيه كل حاجة. هي ساعتها كانت خايفة ولا فاهمة حاجة، وده تاريخ المتوقع للولادة. هي ولدت بعده ب3 أيام، وده العادي لأن البكرية بتتأخر في الولادة. هو أنا كنت مغيب ولا عقلي كان فين لو كنت وريتني الملف ده؟ أدهم، انسى الماضي عشان تعرف تعيش الحاضر والمستقبل. يا ريت، يا ريت يا شريف ومليكة ترجع لي. هو انت رايح عندها امتى؟ تخلص ملك واروح معاها، عايزة تعرف اخواتها، والنهاردة هنتكلم مع الولاد. طيب اديني العنوان، عايزة اروح اسلم عليها ده بعد اذنك. طبعا مراتي هتفرح قوي. ماشي. وعند مليكة، راحت المحل. ازيك يا مليكة؟ الحمد لله، وانتي؟ ادعيلي ربنا يهدي ابو ابني انه ياخده ايطاليا. ربنا يهديه. قوليلي ايه حكايتك؟ خلينا لما نروح المخزن نفرز البضاعة احكي كل حاجة. وفي شركة أكرم كان قاعد مع فارس. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ تمام الحمد لله. ممكن تقبلي عزومتي على الغدا؟ سهى بصيت له باستغراب. نعم. مالك، بعزمك على الغدا. بمناسبة ايه؟ اننا من عيلة وكده بصراحة. انا نفسي اتعرف عليكي. اه، اللي عمله ابن عمك كمله انت لو سمحت. دي اخر مرة تكلمني كده هنا، فاهم؟ طلع اكرم من المكتب على صوت سهى. في ايه؟ لو سمحت يا اكرم بيه، قول لابن عمك ان انا لا بتاعت عزومات ولا بتاعت خروجات، انا تربية مليكة. سابتهم وراحت الحمام. عزومة ايه؟ مفيش، عزمتها على الغدا وعملت المشكلة دي كلها. طب تعالى، تعالى المكتب معايا. ماشي. دخلوا المكتب. عزمتها ليه؟ قلت يعني اتعرف عليها، بصراحة عجباني. فارس، احنا في مصر مش في امريكا. وبعدين بلاش سهى، مش عايزين مشاكل مع ادهم اللي لسه مش عارف هيعمل ايه مع مليكة. البنت مؤدبة، بقالها شهر هنا بتشتغل وبتفهم بسرعة وكمان بتدرس، ملهاش في الجو ده خالص. وما تنساش اخوها شغال هنا مهندس. والله يا عم مش قصدي حاجة وحشة، بس هي عجبتني، خاصة لما واجهت ادهم بكل عصبية. انا مش قادرة انسى شكلها، حتى لما رحنا كذا مرة ما بتقعدش معانا خالص. قالت لك تربية مليكة، بتخاف منها. ده لو بس راحت عند سارة بتتصل بيها، لو اتأخرت بس 5 دقايق بتعمل معها مشكلة. ونعم التربية، يمكن هو ده اللي جذبني ليها. عارف ان ادهم محظوظ بمليكة، هي ما سمعت عنها منك، بس لما شفتها قمة الأدب. اه يا عم لو تعرف اتعذبت قد ايه. بس انا خايف ما ترجعش لأدهم. قولي بقى، اتصالحت معاه؟ ما اتكلمتش معاه في اي موضوع، بس ما انكرش ان هو صعب عليا، ومراتي نازله زن اني ارجع علاقتي معاه. ايه رايك انه عايز يدينا حقنا، وكلم بابا وعمي ينزلوا مصر؟ عصمت مش هتسكت على كده. نفسي اعرف مالها، ليه بتكرهنا كده، وليه جدي ساكت؟ انا رحت عشان اسلم على جدي، ولما طلعت قالت لي مرجعش تاني القصر، ولا هتعمل اللي عملته في ابويا، وابويا مش عايز يتكلم. انا هموت واعرف الحقيقه، هي عايزه مننا ايه؟ لو ابوك وامك اتكلموا هنعرف. القصة دي بقالها سنين، حتى موت ابويا وامي هي السبب فيهم. خلوا الاخوات يشكوا ببعض. اهلي واهل ادهم ماتوا بحادثة عربية، مش غريبة؟ احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونرجع حقنا منها. انسى بقى خلافاتك مع ادهم، وخلينا نكون مركز قوة. احنا كلنا رجالة، مش حتة ست هتغلبنا. دي مش ست، دي شيطان. عندك حق. اول ما ادهم يرجع لمراته احنا لازم نتفق. ماشي. هنده على سهى واعتذر لها، رغم اني ما عملتش حاجة، بس حاضر. وفعلا اتصل بيها وجت. انا اسف يا سهى، انا مش قصدي حاجة وحشة، احنا عيلة واحدة ومش عايز يكون في حساسيات بينا. سهى، بلاش عبد الرحمن يعرف باللي حصل ولا حتى ياسين. حاضر يا اكرم بيه. اتفضلي شوفي شغلك، ابعتي الايميلات دي لسارة. انا بعتها ومستنية ردها. برافو عليكي. بعد اذنكم. هي كانت بتعيط ولا ايه؟ شكلها كده. ما تنساش، هما واخدين علينا صورة وحشة، يمكن افتكرت اللي حصل لاختها. والله ما كان قصدي كل ده. وفي المستشفى زي ما توقعت بالظبط، اخدت دواء طلع عليها الحرارة لان جسمها عنده حساسية، بس في تحاليل بتقول ان في مادة تانية اخدتها غيرت المفعول لدواء الاولاني. ادهم، عصمت بقت خطر. ده انت لولا ستر ربنا كنت فضلت مشلول وعاجز. مليكة انقذتك لما اكتشفت الدواء. ازاي تعمل كده ببنت بنتها وهي عارفة انها تعبانة؟ عصمت عرفت انك لقيت مليكة
واتصرفت كده عشان ترجع. كده في خطر على مليكة والولاد. تقصد ايه؟ اقصد انها تخلص منهم. ما تنساش ان بنتها لحد دلوقتي ما جابتش وريث زي ما جدك عايز، ومليكة عندها ما شاء الله خالد، الوريث الشرعي ليك بعد العمر الطويل. انا ما فكرتش في كده خالص. فرحت ان انا عندي ولد وبنت، وانا بحب الاطفال. حمدت ربنا ان كمالية ما ولدتش لحد دلوقتي وهي مش بتاخد حاجة ورافضة تكشف. انا كشفت وكله تمام عندي. لازم تطلع مليكة وولادك من الحارة وتحط ليهم حراسة، لان كده في خطر. يا رب احميهم. انا مش ناقص والله. اي مواجهة دلوقتي مش في صالحه. جدي تعبان عنده الضغط، كده كده مش هيصدق من غير دليل، وهي مش بتسيب دليل. ابتدى يحكي لي كلام الدادة، دادا وداد اللي قالته على كاميليا. ناوي على ايه؟ حاليا تركيزي اني ارجع مليكة ليا وولادي يعرفوا ان انا ابوهم، وبعد كده اشوف بس اللي متأكد منه اني هطلقها واخد بنتي منها. الحمد لله. كنت خايفك تتهور. انا نفسي مصدوم من نفسي. ازاي انا كده؟ الحمد لله ان انا مش بحبها، بس اي راجل مش هيقبل الوضع ده. اللي خايف منه انها بتكون بتخوني دلوقتي. مش عارف اقول ايه، بس انت علاقتك بيها مش كويسة، وقالت انك مش بتديها حقوقها، يبقى هتدور عليها بره. انا ما بقتش قادر اقرب منها، وانت شفت بتحطلي برشام. انت اللي وصلتها لكده. انت ظالمها وظالم نفسك. هطلقها. هي مش من الاول مش ليك. شايف كلام اكرم؟ كله صح. علاقتك دلوقتي اتصلحت بيه؟ بحاول، بس هو بيكلمني عادي. علاقته بمليكة واهلها كويسة جدا، حتى مراته بنت ناس، عزمتنا في بيتها، ومبسوط جدا جدا لأكرم. فعلا ربنا كرمه، عقبال فارس. هي بقت صاحبة مليكة قوي. كويس. أدهم. اوعى تتصرف تصرف تندم عليه. دلوقتي مليكة محتاجة ليك هي وولادك، لازم تعوضه. خاصة عرفت ان وضعها المادي وحش قوي قوي والله. بس والله الولاد متربين احسن تربية، عندهم قناعة كبيرة. تصور ابني بيقول لي نفسي اطلع مهندس زي بابا، بس المدرسة اللي انا فيها مش بفهم فيها. هما كانوا في مدرسة خاصة ونقلتهم مدرسة حكومة. احمد ربنا انها ربتهم على قدها. توأم صعب، طلباتهم، وكمان اخوها واختها هي اللي شغالة عليهم. فعلا. وشكلها تعبان قوي لانها ما بتنامش. اول ما ترجعوا لبعض جيبها نعمل لها تحاليل شاملة، واكيد يعني مش هتشتغل وهترتاح. يا رب. طيب امشي انا بقى. ادم اخد مليكة وركبوا العربية. بابا، هو احنا رايحين فين؟ هنسافر اسكندرية، عند ناس اعرفهم، وتتعرفي على اطفال تانيين. شكرا يا بابا، انا زهقنا قوي. ماما وتيتا على طول مشغولين. وعند مليكة كانت هي ومروة في المخزن. انتي متغيرة يا مليكة بقالك فترة. سيبك مني واحكي لي حكايتك. اه يا مليكة، اتظلمت في حياتي. اتجوزت صغيرة 18 سنة. كتبت كتابي والفرح كان في الصيف. هو كان ابن عمي، واحنا بنجهز الشقة في يوم رحت معاه. استفرد بيا. ساعتها حصل اللي حصل. فضلت اعيط. قال لي ما تخافيش، ما احنا فرحنا قرب. اقولك ايه، كنت مرعوبة جدا. فضل يطمني ان انا مراته واللي حصل عادي عشان بيحبني. المشكلة بقى كان بيجيلي كل ما اهلي يطلعوا من البيت، او لما يعرف يعني ان انا في الشقة بعمل فيها حاجة، يجي وانا كنت بضعف قدامه لحد ما حملت. عارفة، اول ما قلت له قال لي اعمل لك ايه اتصرفي. هو انا ضربتك على ايدك؟ ما كله كان برضاكي. كنت مبسوطة. ابتدت بطني تبان. تعرفي ان هو راح اكل الفرح؟ قال ايه مش مستعد. امي عرفت، راحت لامه، وهي ما صدقت تفضحني، وقالت ان ابنها ما عملش حاجة، واني عملت كده مع حد تاني، واصلا ما كانتش بتحبني. ابويا ضربني. فضحت في البلد اني حامل، وامه طلعت عليا اشاعات ان ابنها بريء. عملوا مجلس في الجامع وحلف على المصحف ان هو ما جاش جنبي، لان امه طمعته تبيع ذهبها وتسفره ايطاليا عند اخواتها. في الوقت ده جت امي لبستني عباية وادتني فلوس وقالت لي اهربي، ابوكي وعمامك عايزين يخلصوا عليكي. ده ابن عمي وجوزي وحبيبي. عمل فيا كده. هربت. نزلت القاهرة عند حد من قرايب امي، اجرت ليا اوضة وولدت. عدت السنين. اتحرمت من امي واخواتي. لما وصل ابني 10 سنين مرات عمي جالها المرض الوحش، واعترفت ان ابنها ضحك عليا وهي اللي شجعته يهرب ويسافر. كنت بتصل بامي اطمن عليها، وقالت ان ابويا تعبان وعايز يشوفني. معلش، انتي سجلتي ابنك في شهادة الميلاد؟ كان عندي عقد الجواز،
وهو كان مسافر فسجلت عادي. هو دلوقتي اتجوز واحدة في الشرقية ومتجوز واحدة عجوزة في إيطاليا عشان الجنسية. أنا طلبت منه لما اتقابلنا في البلد ساعة ما توفى أبويا إنه ياخد ابنه إيطاليا قبل ما يكمل ال16 وما يعرفش يسافر. دلوقتي ممكن يعمل ليه تجمع عائلي. يا مروة، اتعذبتي قوي. ابنك ما شاء الله عنده 15 سنة وتعبك. انتي ما عملتيش حاجة غلط، ده كان جوزك. الكلام ده أعرفه أنا وانتي، بس الناس لازم تتكلم. دي تقاليد عندنا، المجتمع ما بيرحمش. حتى لو كان جوزي قدام ربنا، بس قدام الناس لأ، لأني ما عملتش فرح. ولما أنكر أنا اللي شلت الليلة. أختي جت تتجوز وقفت ليهم إنهم ما يعملوش عقد الجواز قبل الفرح بيوم أو حتى في نفس اليوم. الشيطان شاطر ويفضل يضحك عليها بإنك مراتي وحبيبتي والكلام المعسول، ولما تقع الفاس في الراس يقول لها باي باي مع السلامة. بعيدا عنك، المجتمع متخلف، لأن في نظرهم البنت اللي غلطانة زي ما قالوا عليا إني مش كويسة. أهي أمه توفت بعد ما اعترفت، وهو لما حضر الجنازة أبويا تعب وملحقتش أشوفه. بس في الجنازة شيخ الجامع سأله إذا كان كلام أمه صح ولا لأ. هو اعترف وعرفوا إن أنا خلفت ولد، بس بعد إيه؟ بعد ما اتفضحت قدام البلد كلها. يا حبيبتي، ربنا يعوضك خير. هنا كان وصل أدهم مع ملك محل الملابس، سأل على مليكة. كانت صاحبة المحل موجودة. دخل المكتب عندها، نزلت واحدة المخزن تقول لها إن في حد بيسأل عليها. طلعت مليكة. كان أدهم خلص مع صاحبة المحل. شافت أدهم ومعرفتش تتصرف ازاي، بس هو شاف إحراجها. راح عندها وقرب منها قدام الكل. يلا غيري هدومك عشان نطلع نتغدى بنتي في العربية. مين ده يا مليكة؟ يا جماعة اسمعوني كلكم، انتوا عارفين ان انا كنت عايزة ابيع المحل. الحمد لله اتباع وبقى ملكي دلوقتي. المليكة خلاص. الكل كان مصدوم، حتى هي. صاحبة المحل كملت وقالت وده جوزها ادهم الشرقاوي. جوزك؟ ازاي؟ مش قلتيله انه ميت؟ معلش يا جماعة، كانت في مشاكل بينا وهي قالت كده عشان تحمي نفسها من كلام الناس. انا ابو ولادها. طبعا همسات وكلام بين البنات اللي بتشتغل في المحل. واحدة من المحل اتكلمت وقالت طيب واحنا مصيرنا ايه؟ انتوا هتفضلوا لحد اخر الشهر وبعد كده هسلم المحل لمليكة، وساعتها هي تقرر تعمل ايه. مليكة كانت متضايقة قوي، ومروة راحت عندها سحبتها على المخزن. بتكدبي عليا وانا صاحبتك؟ كنت عايزاني اقولك ايه؟ ان انا هربت من جوزي وكان بيدور عليا؟ مروة بالله عليكي مش ناقصة، ابقي عدي عليا وافهمك كل حاجة. انا مقدرش اجي المحل تاني. اوعي تطرديني، عيب عليكي. بس البنت الغلوية ترضيها. خليني امشي. لبست وطلعت. ادهم مسك ايدها وهم طالعين قدام الكل. ليه عملتي كده؟ ليه تحرجني؟ عشان العالم كله لازم يعرف انك مراتي، وده المحل هيبقى بتاعك. اقل واجب ليكي بنتي في العربية. مش عايزة تشوفك متضايقة. انا مش عايزة منك حاجة. كفاية كلام ملوش لازمة. هنا ملك من العربية. بابي، يا روح قلب بابا، دي طنط مليكة. ازيك يا طنط؟ الله حلوة قوي، انت شبه خلود. فعلا. وكانت مشغولة معاها. راحوا اتغدوا وكانوا بيتكلموا كتير. ايه رأيك يا ملك في طنط مليكة؟ طيبة قوي، انا حبيتها. وانا كمان يا روحي حبيتك قوي. الحمد لله، كنت خايف تكرهوا بعض. يلا نمشي عشان ما نتأخرش على الولاد، انا محتاجة اجيبهم من المدرسة. يلا بينا. راحوا المدرسة. الكل طلع. هما الولاد فين؟ اتصلت بعبد الرحمن، قال لها انه لسه في الشغل، وكمان سهى. في ايه؟ الولاد ما طلعوش. طب تعالي نسأل في الإدارة. راحوا سألوا، والمدير سأل المدرسين وقال لهم انهم طلعوا الصبح مع حد من اهلهم. انا مش فاهمة ازاي حد يطلع ولادي من المدرسة. هو مش المفروض انا اللي بستلمهم او اخويا عبد الرحمن او حتى سهى؟ والله يا فندم قالوا انهم اهلهم 2 رجالة، ده حتى ولادك كانوا عايزين يمشوا معاهم. هنا صرخت مليكة ولادي. ولحد هنا انتهت الحلقة دي. استنونا الحلقة الجاية، بس مستنية كومنتاتكم وآرائكم وتقولوا لنا توقعاتكم للحلقة الجاية. ولحد هنا انتهت الحلقة، استنونا الحلقة الجاية إن شاء الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، الاشتراك في القناة، يا ريت تتأكدوا انكم فعلين الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار أول ما ننزل الجديد. واستنونا الحلقة الجاية. أشوفكم على خير. باي باي.